ترند هدايا المدرسين. لا أقبل يا ابني هدية، لا أقبل يا ابني هدية أو حتى في العيد عيدية، بل هذا الدور أقدمه ورسالة علم سماوية، لا أرقب مالا من أحد، نفسي قانعة مرضية. يكفيني منكم دعوات خرجت من قلب عفوية، وفر يا ابني عطاياكم، تقديري ليس بنقدية، تقديري كبير يا ابني والله العالم بالنية. شكرا لشعورك يا ولدي، أحاسيسك بالحب نقية، وأقدر كل مودتكم بمشاعر روح أبوية، لكن لا أجهد طلابي بضغوط بالحمل مالية، أو أجعل تلميذا يبكي من نقطة ضعف نفسية. قد يأتي الطالب يتباهى، يتفاخر بهدايا ثرية، قد يحرج في الفصل زميلا ويعاير بالفقر دنية. قد يطلب تلميذ مالا من أم ليست بغنية بسؤال يحرج والده فوق المصاريف اليومية، أو يبقى في الفصل بجوع محتاجا قرص الطعمية كي يشري باكو الشوكولاتة أو كيس الحلوى العسلية، كي يكسب ود الأستاذ ويغيظ الأبلة فوزية. قد يكسر عينا بعطاء بقناع الرشوة عينية. هل هذا يليق بهيبتنا أم طمع يحمل أنانية؟ فالأب يواجه تكاليفا تنهشه دروس خصوصية، رحماكم بالناس رجاء فصنيع يجلب سخرية. رفقا يا باشا بأبناء، ما هذا أصول المهنية، ما هذا أصول المهنية. قد نفتح باب سخافات أو نرسي عادات سلبية، تقدير حب لجهود لا يبقى بصور هزلية. وفر يا ابني هداياكم وكفانا مظاهر عبثية، لا ألهث خلف ترندات للشهرة بالخبث غبية. لا أقبل يا ابني هدية أو حتى في العيد عيدية، بل هذا دوري أقدمه ورسالة علم سماوية.